السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة روتين حلو كده يا حبايب قلبي، وهنطبخ مع بعض كده يومنا الجميل. وما تنسونوش بقى في اللايك، بحبكم في الله. حبايب قلب ام زياد، بحبكم كتير كتير. بتمنى الفيديو يعجبكم بقى، وما تنسونوش في اللايك. هعمل بقى ايه يا حبايب قلب النهارده؟ انا قلت الدنيا برد وايه، والعيال عايزين حاجه كده تدفيهم، فقلت بقى نعمل مع بعض ايه، شوربه عدس. حطيت العدس كده زي ما انتم شايفين بيتسلق، وحطيت معاه 5 طماطميات، وحطيت معاه بصلايه كبيره وفصين توم، بيتسلق كله كده مع بعضه. وطبخت الرز بقى هنا زي ما انتم شايفين اهو، رز ابيض. حمرت له كده، قدحت له معلقه سمنه، وقمت غاسله الرز بعد ما اتنقع كده شويه، وقمت ايه طبخاه. ودي لبن، 2 كيلو لبن برضه انا كنت جايباهم هنا من الفلاحين وانا جايه، فقلت ايه امسكوا مغلوهم، يعني بوريهم لكم بالمره. المهم يا حبايب قلبي، ايه العدس خلاص بتاعي اتسلق. المفروض اسيبه يبرد شويه علشان شفشق الخلاط ما يتحرقش، ما يكسرش يعني ويفرقع وكده. المهم انا سبته، جبته بقى من على النار سخن كده مولع، وحطيته كله في الشفشق، وهضربه بقى في الخلاط لما يبقى ناعم خالص معايا. وبعدين اصفيه بقى واعمل له التقليه بتاعته توم. وشايفين بقى الخلاط بتاعي. وسوسو اللي كانت قاعده بتفرم جنب بتقول لي عندها كده مزاج ان هي تقف تفرم في الخلاط اي حاجه، طماطم بقى، عصير، عدس، اي حاجه بتتفرم في الخلاط بتحب تقف معايا وتساعدني فيها كده. وقالت لي بقى يا ماما واقفه بقى ايه باشا كده، وحاطه ايدها في وسطها، وصباحها الصغننه بحسنه حلوه ده. واقفه هي، شايفين فرمت خلاص العدس، وبتمسك بقى الفيشه بتاعت الخلاط تلمها كده، ما انا معوداهم على النظام. شايفين اهو، تقوم ماسحه الخلاط ولفه الفيشه بتاعته وحطها مكان. عندي بقى الواد زياد، استغفر الله العظيم يا رب، زياد ابني ده بقى ما عندوش ريحه النظام ولا عنده ريحه النظافه، مش عارفه ليه طالع لمين، ما هوش طالع لي والله. المهم بقى ايه، سوسو لفت فيشه الخلاط كده، وقامت حتى رجعته مكانه، وحطيت لي بقى الشفشق هنا جنبه، وقالت لي يا ماما الشفشق العدس جنبك اهو. ده كان مكانها اللبن، كنت حاطه فيها اللبن، وقلت ايه اما اغسلها بقى هنا الاول. شايفين المطبخ بتاعي ما عنديش مواعين كتير، المطبخ اللبن خلاص بقى ايه، انا واقفه كده وعيني على اللبن، بعمل اي حاجه وخايفه للبن. بصوا هي ثانيه واحده ويقوم فاير. المهم بقى ايه، العدس خلاص بتاعي اتفرم. انا العيال عندي ما بيحبوهش بتوم. فبقوا حمرت بصلايه كده ناعمه، قطعتها ناعمه في معلقه سمنه بلدي كده حلوه، وقمت ايه حمرت البصله لما خدت اللون الذهبي الجميل ده علشان تطلع ريحه حلوه في العدس. وبعدين ايه حطيت بقى العدس عليها، وكعبان مرق الدجاج، وشويه كمون علشان العدس ما ينفخش البطن كده ولا يبقى حامي. احلى اكله في الشتاء العدس. بصوا عدس بقى، شوربة العدس دي في الشتاء بتدف وجميلة ملهاش حل والله يا ولاد. المهم بقى ايه، حطيت بقى شوية البهارات وشوية ملح وفلفل وسبته بقى يتسبك بقى مع نفسه كده. المهم ايه، كنت جايبة فراولة. شايفين دي فراولاية ولا خيارية مش عارفة والله. الفراولة يا ولاد عاملة ازاي، الفراولة عاملة زي الطماطماية كبير، عاملة زي الخيارة، كل حاجة بقت مهرمنة، بس والله كانت طعمها حلو مسكر. شايفين الفراولاية قد ايه. قلت بقى ايه، بدل ما العيال ياكلوا يا ام زياد الفاكهة دي كده، لا اعملها لهم بقى كوكتيل، هما بيحبوها كوكتيل. كان عندي تفاحية باقية، كنت جايبة كيلو فراولة وانا جاي. شايفين لقاء قاعده تقول لي، لقاء بتصورني قاعده تقول لي يا ماما اكليني. والسوسو قاعده تقول لي واشمعنى انا انت ما بتحبينيش، اشمعنى لقاء. قاعده اعمل اقطع وادي لهم اه شايفين. المهم بقى ايه، كيلو الفراوله. قلت بدل ما ياكلوه كده، وكان عندي تفاحية وعندي حبيتين جوافة برضو باقيين وكواية. كواية واحدة. فايه الكوا بقى اما تقطعيه مع الفراولة بيبقى حلو قوي. شايفين كواية. امسكها برضك اغسلها واقطعها كده، وجيت اقطع الجوافة وتفاحية واحدة هي اللي كانت باقية.
قمت بقى ايه الجوافه بقى برضه جيت اعملها واقطعها على الكوكتيل، لقيت الجوافه جامده قوي مزلطه. انا كنت سايبهم باقيين، كنت جايبه كيلو ب10 جنيه بس. كان جامد. الواد زياد اللي بيحبها كده. بس قمت قايله لما اسيب دول كده يمكن يطيبوا، ما طابوش لسه جامدين زي ما هم شايفين. جيت اقطع منها معرفتش خالص، جامده وطعمها مش حلو علشان جامده كده مزلطه. شايفين؟ بشتل منها البذر كده والحب اللي فيها ده، وبعدين اقطعها. ما قطعتش الا حتتين بس صغيرين كده من الجوافه، ما كملتهاش حتى لانها جامده وطعمها مش حلو كده. المهم بقى ايه، خلصت خلاص تقطيع الفراولة كلها، كيلو فراولة بس. كان ايه كوكتيل عسل عسل عسل. اهي الجوافة كانت مزلطة، ما كانتش حلوة. اعملي بقى لولادك، بصوا في الشتاء اعملي لهم بقى، بدل ما تعملي عصير، والعصير اصلا مش صحي وسكر كتير بقى ووجع دماغ، والسكر غالي. لا، اعملي الفاكهة كده كوكتيل، حباية تفاح، حباية جوافة، زي ما قلت لكم كواية واحدة. كيلو فراولة قمت عاملة لهم. شايفين الكسرولة دي كانت مليانة من كوكتيل زي العسل كده، وكان طعمه سكر. والعيال كل واحد خد له طبق يعني محترم كده آه، وطبق محترم يعني، وكلوا وشبع مني واتبسطوا. قالوا لي يا ماما والله ده كويس كده ان انتي عملتكوا كتير، يبقى اعملي لنا كده على طول. ببقى اعمل لهم والله، اعملي لاولادك كل اللي نفسهم فيه، علشان لما يكبروا كده يفتكروا يقولوا ده ماما عمرها ما حرمتنا من حاجه. على قد امكانياتك وباقل حاجه مشي نفسك ومشي بيتك، زي ما انت شايفه كده، باقل حاجه واقل امكانيات بتعملي احلى حاجه واطعم حاجه لاولادك. بدل بتعملي الحاجه بحب، الحاجه بتطلع جميله وبتطلع طعمها حلو وبتطلع زي الفل، والكل بياكل منها وبيتراضى وبينبسط. والله احنا ما هناخد من الدنيا دي يا ولاد حاجة الا الرضا والكلمة الطيبة والافعال الطيبة اللي احنا بنعملها. إيه بس. اي والله يعني ما فيش حاجة بتنفع ولا حد بياخد حاجة وهو ماشي الا عمله الصالح والكلمة الطيبة. اعملي لولادك كل حاجة، وزعي على جيرانك، اعملي اي حد تعبان روحي زوريه. اي حد محتاج، لو ما معكيش الا القليل القليل راضيه، راضي الكل. شايفين كان شكله جميل، الوان بقى كده، حاجة حلوة حاجة تفرح. شايفين الجوافياية ما كملتهاش وبقيت ال3 جوافيات دول برضك سبتهم مزلطين قوي كده وجامدين ومش حلوين. آه، همسك بقى كده ما عادش الا الكوايه همسكها اقشرها بقى. وايه اللي قاعده تقول لي يا ماما هي كوايه واحده اللي باقيه هتعملها لنا في طبق الكوكتيل ده كله؟ قلت لها بس اصبري بس يا لقاء كده هتلاقي طعمها حلو قوي. وعلى فكره ادت طعم الكوكتيل، ادت له طعم مختلف خالص، وكانت اصلا طعمها حلو، كانت طيبه كده ومسكره. شايفين؟ علشان كانت طيبه حتى ما مش عارفه اشيل القشر منها، كانت سايحه ببعضها كده، بس جميله جميله والله. ادت للكوكتيل طعم جميل. بعمل بقى كوكتيل بأي فاكهة أصلا موجودة عندك، أي فاكهة عندك اعملي منها. تفاح، يا سلام بقى لو رمانية كده وتمسكها تفصصيها وتحطها بقى معاه، بتدي شكل وطعم وحاجة كده عسل خراف. شايفين؟ الكيوياية مش محتاجاني ان انا اصلا اقطعها، هي ميصة وسايبة من بعض العيال بيقولوا لي حتى يا ماما دوينا يا ماما من الكيوية كنت جايبه لهم اصلا كيلو والله، ودلت بقى معلقتين كده سكر، مش هنكتر علشان اصلا الفاكهه بتاعتي مسكره، بس ايه هنعزز طعم السكر كده فيها. وايه عسل 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 عسل. جميلة. عايزة اقول لكم بس انا سبتها 10 دقايق كده كان السكر كله داب، وتحس ان انت بتاكلي كده عسل نحل. بعد العدس بقى والعيال كلوا واتدفوا كده رز وعدس واتبسطوا، قمت عاملة بقى، قمت غرفة لهم بقى كل واحد طبق من الكوكتيل ده او سلطة الفواكه. والعيال بقى كلوا واتبسطوا بقى واتدفوا كده، وقالوا لي تسلم ايدك يا ماما، تسلم ايدك، يا سلام عليك يا ام زياد وعلى افكارك الجميلة الحلوة الاقتصادية.
تنسونيش بقى في اللايك اللايك اللايك، حبايب قلبي الغاليين عليا، حبايب ام زياد، محرمش منكم ابدا ابدا ولا من وقفتكم معايا، وقفتكم جنبي، تسلمولي تسلمولي يا حبايب قلبي الغاليين عليا. المهم، وكنت جايبه لهم بقى عشان القعده تكمل وتبقى حلوه كده. ما احنا لازم نزقطط العيال في الشتاء علشان ايه، يتدفوا كده ويحبوا الحياة. كنت جايبة ب5 جنيه ذرة فشار، قمت قايلة لما اعمله لهم بقى ايه، نتسلى فيه في السهرة واحنا قاعدين. إيه، عملت لهم بقى الفشار، وهنا صارت غرفت لي طبق من الكوكتيل بقى، وانا واقفه كده العيال قاعدين يقولوا لي يا ماما انت غرفت لنفسك اول حد وقاعده تاكلي يا ماما. قلت لهم قال لا، ما هو انا لازم ادوق علشان ايه، اقول لكم رايي. إيه، شايفين بقى التفاح كان عسل عسل، والفراولة كانت شربت من السكر كده بقى زي الفل، وايه عسل. الفشار بتاعنا خلاص خلاص ضرب نار يا جماعة، ضرب نار. الفشار بتاعنا بقى كان خلص خلاص، حطيت عليه بقى شوية بهارات من اللي هي بتاعت الشيبسي دي.